الواحد بعد تجارب كتير وقرايات اكتر بيكتشف حاجه كده بتتاكد كل شويه زياده، ان الناس بتكون سويه لما تاخد حريتها. موضوع الحريه ده طبعا موضوع كبير جدا وفلسفي، والكلام فيه ما يخلصش في دقيقه ومحتاج ممكن مجموعه حلقات. ان واحد من التحديات اللي لازم تكون قدام عيننا طول الوقت ان احنا نربي عيالنا على الحريه المسؤوله. الكلام اللي دايما كده بيتقال ويتحط في بند الشعارات، بس دي حقيقه القصه فعلا. ما ينفعش تطلب من حد انه يكون سوي نفسيا وهو اصلا مش واخد حريته، وهو ما كانش عنده من وهو طفل حريه الاختيار من اول هيلبس ايه لهياكل ايه، لطبعا الكليشيه الشهير بتاع هيخش جامعه ايه، الجمله اللي حتى المراهقين بقوا يقولوها: انت بتحقق فيا يا بابا احلام انت ما عرفتش تحققها. ما توصلوش ولادكم ان هم لما يكبروا يبقوا جعانين لحاجات كتير ما عاشوهاش وهم صغيرين. المراهق زمان كنا بنقول عنده 18 و20 سنه كان ده سن مراهقه، لكن دلوقتي احنا بنتكلم في ان 9 سنين سن مراهقه. معنى كده ان الحوار الناضج العاقل اللي احنا فاكرينه كلام كبار ينفع جدا نتكلمه مع الطفل اللي عنده 9 و10 سنين، لانه اصلا ما بقاش طفل. الاطفال بتفاجئنا انها فاهمه افكار ومفاهيم احنا كانت بعيده عننا جدا واحنا في سنهم. لو احنا بنعاني من ان احنا بنقابل ناس كتير وان احنا شخصيا عندنا مشاكل ومش اسوياء نفسيا كما نتمنى، يعني ده جزء كبير منه ليه علاقه بالحريه اللي ما خدناهاش بشكل مسؤول واحنا صغيرين. لو احنا بقى دلوقتي اهالي وكبار وتعلمنا تعليم مختلف وافكارنا بقت انضج كده وشايفين العالم بشكل واسع، يا ريت جدا نربي ولادنا وهم شبعانين حريه، ولكن طبعا حريه بمسؤوليه. اتمنى جدا الكلام ده دلوقتي يكون فرق مع حد، ولو حاسين ان هو هيفرق مع حد تاني يا ريت جدا تعمل له منشن في الكومنتات.